مرحبا بكم في برنامج قطرة. قطرتنا اليوم من بحر الأوقاف. هناك تساؤل يخفى على كثير من الناس: هل الوقف نوع واحد أو له أنواع متعددة؟ الحقيقة أن الوقف له عدة أنواع، منها الوقف العام والوقف الخاص والوقف المشترك. فالوقف العام هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة على وجوه البر العامة، سواء كانت وجوه البر بالذات أو بالوصف، أي يعني تحديد مثلا جمعية خيرية محددة يكون عليها الوقف، أو على مسجد، أو على غير ذلك، أو بالوصف بمعنى أن يكون هذا العقار مثلا موقوفا على الأيتام، على تحفيظ القرآن، على علاج المرضى، على المحتاجين بشكل عام. هذا الوقف العام. أما الوقف الخاص وبعضهم يسميه الذري أو الأهلي، فهو أن يكون الوقف على القرابة أو على الذرية، سواء كان ذلك أيضا بالذات أو بالوصف، كان يوقف هذا المال على أبنائه ويحددهم بالأسماء، أو يوقفه على ذريته مطلقا. كذلك من أنواع الوقف الوقف المشترك، وهو الوقف الذي يشترك فيه عدد من أنواع الوقف، فيكون مثلا ريع الوقف يوزع على وجوه البر العامة وعلى أيضا قرابته أو على ذريته، سواء كانوا بذواتهم أو بأوصافهم. فهذه الأنواع من الوقف كلها أنواع معتبرة في الشرع، وكذلك جرى النص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف. ويحسن بالإنسان قبل أن يقف أن يعرف أنواع الوقف، ويكون لديه تصورا كاملا عن طريقة صياغة الوقف بالشكل المناسب، سواء أراده وقفا عاما أو خاصا أو مشتركا.